شركة حدود 190 كيلومتر 838 مستفيد من التكوين مع الموسوم بتقييم خلال التركيز على ما يلي عقد لقاءات دورية. يكتسي قطاع الطاقة والمناجم أهمية كبرى في الاستراتيجية التنموية ببلادنا، والتي تم التأكيد عليها في برنامج السيد رئيس الجمهورية في المحور الخاص المعنون من أجل نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة يعتمد على عائدات بديلة عن المحروقات تضمن النمو الاقتصادي. ومن بين هذه البدائل يبرز قطاع المناجم كمورد أساسي لتحقيق هذا الهدف، كما تم تفصيل هذا المحور من خلال ما ورد في مخطط عمل الحكومة في الجانب المتعلق بالتطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمناجم، والذي يعتبر من بين الأنشطة التي ستعكف الحكومة على تنفيذه من خلال تحويل المواد الأولية أكثر فأكثر اعتماد على شعب البتروكيمياء والمناجم المنتجة للثروة ومناصب العمل، مع وضع برنامج متعدد السنوات للدراسات والبحث المنجمي يرمي إلى التثمين الصناعي للموارد المنجمية عبر تطوير مشاريع مهيكلة لمنجم الحديد لغاز جبيلات والفوسفات المندمج والزنك. وبالنظر إلى هذه الأهداف المسطرة في برنامج عمل الحكومة، فإنه يتعين على قطاع التكوين والتعليم المهنيين مرافقة قطاع المناجم في استراتيجيته هذه، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه، وذلك من خلال مواكبة الاختصاصات التي يوفرها القطاع في مدونة الشعب المهنية والتخصصات، والتي تضم شعبة مهنية تعنى بالمناجم والمحاجر.